انا كنت متجوز واحده حاجه كده في الادب والاخلاق، وانا اشهد اني ما شفتش منها الا كل خير. انسانه طيبه وحنينه، غلطتها معايا كانت واحده بس، كانت كبيره وصدمتني فيه، وده اللي خلاني اطلقها من 7 شهور. هي كانت في بدايه حملها. في الفتره دي طلبت مني انها تخرج مع 2 من اصحابي يغيروا جو ويتغدوا بره، وهتخرج من بعد العصر وهترجع على بالليل. هي بصراحه كان بقالها فتره زهقانه والحمل كان مزهقها، وانا كان بقالي فتره ما خرجتهاش، بس انا طبعا رفضت وقلت لها مش هينفع تخرجوا لوحدكم، وقلت لها ان انا هعوض. اتحايلت عليا كتير لان كان نفسها تخرج مع اصحابها، لان كان بقالهم فتره ما شافوش بعض وكده، وانا بصراحه كنت رافض تمام. المهم يوم الخروجه دي انا رجعت قبل ميعاد الشغل ما يخلص ب3 ساعات، وكان في نيتي انها اخرجها واعوضها عن الخروجه دي. فلما روحت اتضح انها مش في البيت. جه في بالي انها ممكن تكون تعبت وراحت للدكتور، لان عارف انها بتستأذني قبل ما تروح عند حد. لما اتصلت بيها ردت بعد كذا مره وقالت لي انا في البيت. انا اتصدمت وما رضيتش اقول لها ان انا في البيت، وجه في بالي حاجات كتير، وكنت مستنيها توصل على نار، واتضح انها مظبطه ميعاد رجوعها قبل ميعاد انتهاء شغلي بساعه. اتصدمت اول ما شافت، خليتها تفتح تليفونها غصب عنها، وقريت الشات اللي بينها وبين صحابها الشياطين اللي فضلوا يزنوا عليها تروح من ورايا وتظبط ميعادها على مواعيد شغل. طبعا انا اتجننت ونزلت فيها ضرب طول الوقت، ورحت مطلقها وطردتها. اهلي من ساعه ما عرفوا كده بيلموني، هم بيحبوها وبيقولوا لي كنت اعلمها الادب ووديها عند اهلها، بس خليها على ذمتك. وفضلوا في الفتره دي يتحايلوا عليا ان بعد ما هديت والموضوع عدى عليه وقت ان اردها، بس انا رفضت. هي في الفتره دي حاولت تصالحني كتير وحاولت تتواصل معايا كذا مره، وانا كنت برفض. حتى جت لي البيت وفضلت تتاسف وانها غلطت وانا ما كنتش بسمعها وطردتها. اهلي فضلوا يقولوا لي انها عرفت غلطها واتعلمت الادب، وانها مش هتعيدها تاني اكيد بعد كل اللي حصل ده، وان في طفل جاي في السكه، وانا برضه رافض ومش قادر اقبلها على رجولي. هي دلوقتي ولدت، وحاسس ان لما سمعت الخبر ده قلبي حن ونفسي اشوفها واطمن عليها ونفسي اشوف ابني. انا مش عارف اروح اشوفها، واحيانا كمان ببقى نفسي ارجع لها بس مش قادر، وفي الوقت ده نفسي اطمن عليها واشوف، وحاسس انها وحشتني، فمش عارف اعمل ايه. يا ريت تنصحوني في التعليقات.